بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنعمل أكلة جميلة جدا، هي مسقعة واقتصادية وبتتاكل، ممكن تاكليها الصبح في الفطار وممكن تاكليها في الغداء. هنسمي الله. أنا جبت كيلو بطاطس، تمام، وقطعتها حتت صغيرة وحمرتها. جبت بردك كيلو بتنجان الرومي اللي هو الكبير، وكان عندي انا مخزناه فلفل حامي، فاخدت 3-4 فلفلات ماشي وحمرتهم. في حاجه عايزه اقول لكم عليها يا بنات. الاول احنا اول ببقى حاطه الطاسه على النار فيها الزيت وهو نظيف. الاول بقلي البطاطس، بعد كده بقلي البتنجان، اخر حاجه بقليها الفلفل. معايا كمان 5 فصوص توم دقاهم كويس وحاطه فيهم التوابل، ملح اسفه انا مش حاطه ملح لان انا اساسا حاطه في البتنجان قبل ما اقليه حبه ملح زي ما احنا اتعودنا في الفيديو اللي فات بتاع بردك المسقعه اللي هي للدايت. فانا ما رضيتش احط الملح في التومه وانا بدقها عشان خاطر ما تبقاش مالحه قوي. فهشوف بس اول ما نبدا نشتغل هندوق طبعا الصوص بتاعنا، وهنشوف لو محتاج حبه ملح هنحطها. وعندي كيلو طماطم عصرت 3/4 وقطعت حتت صغيره بقيه الكيلو، تمام. وعندي ثمره فلفل اسفه، وعندي ثمره بصل، تمام، قطعتها حتت صغيره. هنسمي الله ونشتغل على البوتاجاز. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت الحله بتاعتي على النار، مجرد انها تسخن هحط شويه زيت صغيرين خالص. طبعا انا نسيت اقول لكم ان انا بالنسبه للبطاطس وبالنسبه للبتنجان والفلفل اللي انا قليتهم ما طلعتهمش على ورق نشاف. ليه؟ لان انا محتاجه اساسا الزيت اللي فيهم هي صنف المسقعه دوت يا بنات هيكون يعني اللي بيعمل دايت ما ياكلش المسقعه ديت، لان هي هيبقى الزيت فيها كتير شويه، تمام. الزيت كده اهو سخن، تمام. هنزل بسم الله الرحمن الرحيم. انا هدبل البصله بس يا بنات، مش هتكتر، تمام. بالنسبه للمسقعه ديت طعمها جميل جدا جدا جدا، واحلى من المسقعه الدايت في الطعم، لكنها يعني فيها الكالوري كتير، يعني الكوليسترول كتير فيها. فبالنسبه للي بيعمل دايت نصيحه ياكل المسقعه اللي هي الدايت، وهسيب لكم الرابط بتاعها تحت في صندوق الوصف. بالنسبه للمسقعه دي جميله جدا، وطبق شاي الصبح مع طبعا طبق فول كده مع طبق بيض هتبقى فطار رائع طبعا. وبالنسبه بردك للغدا ممكن كوجبه اقتصاديه ممكن تعملي جنبها طبق رز بشعريه وطبق سلطه، ممكن بردك ايه تبقى وجبه غدا ممتازه. هندبل البصله، هعلي النار بتاعتي شويه. كده هنزل بالثوم كده بقى. الريحه ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا كده عليت النار شويه عشان خاطر عايزه الريحه بتاعت الثوم تظهر. ثوم وبصل على النار، ريحه رهيبه يا بنات بجد، يا ريت تجربوها. جميله جدا وريحتها تحفه. مش عايزه احط زيت تاني لان طبعا الفلفل والبتنجان والبطاطس يعني ما شاء الله فيهم كميه، بدل اتقلوا بيبقى فيهم كميه زيت كتيره، تمام كده. ريحه تحفه. وطي النار شويه.
هننزل بقى بحبة خل، حوالي معلقتين خل مش كتير. على فكرة يا بنات الطريقة ديت هي طريقة المسقعة اللي هتاكليها في مطعم، يعني نفس الطعم المزز الجميل ونفس الشكل، وهتشوفوها ان شاء الله لما تخلص باذن الله وتجربوها. انا هسيب شوية الخل يشربوا الثوم والبصل. بتبقى شبيهة شوية للطشة بتاعت الفتة، بس طبعا من غير بصل. ريحة تحفة من الخل ما شاء الله. مجرد ان الخل يتشرب كده هنزل بالطماطم اللي انا مقطعاها. هسيبها بس تتشرب كده مع بعض مع الطماطم، وبعد كده اول ما احس ان الطماطم بدأت تشرب المية بتاعتها هنزل بعصير الطماطم عشان تتسبك كلها مع بعض. على فكرة يا بنات بالنسبة للوجبة ديت هي مش مكلفة قوي، يعني في ظل الظروف والاسعار الموجودة هنا في البلد، يعني من الاكلات البسيطة جدا جدا جدا. كده بدأت تشرب المية بتاعتها، وبدأت الطماطم تتشرب شوية. احنا اتفقنا ان احنا بنسمي الله عز وجل وبنقرأ قرآن وبنسبح ربنا عشان خاطر يعني ربنا يبارك في الاكل، لان ممكن حبة اكل صغيرين جدا انت بتعمليهم سبحان الله ربنا بيفتح فيهم البركة، وممكن تعملي كمية كبيرة وبص تلاقي يعني سبحان الله يعني ما استفدتيش بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تمام. هنزل بقى بعصير الطماطم. بسم الله. انا كده يا بنات معليه النار. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتفقنا انا مش ما حطيتش اي توابل او اي بهارات او حاجه غير شويه الملح والكمون والشطه اللي انا حطاهم في الثوم، لان هي اساسا يعني اكله مصريه ويعني مش محتاجه بهارات ولا ممكن انت تحطي بهارات لحمه او بهارات لحمه لو انت هتعمليها مسقعه باللحمه المفرومه اللي هي في طاجن او في صينيه وتدخليها الفرن. في اللحظه ديت هتحطي بقى بهار اللحمه معاها مع التومه بتاعتك، لكن طالما مش هتحطي لحمه مفرومه ومش هتعملي صينيه يبقى كده هو تمام قوي. حلو قوي الملح، حلو شويه الملح والشطه والفلفل الاسود والكمون، ما تزوديش عن كده، وشويه كزبره ناشفه. هسيبها تتسبك. في حاجه يا بنات عايزه اقول لكم عليها، في تكه جديده وجميله جدا. بالنسبه انا عندي 3 جزرات ماشي، بشرتهم بالطريقه ديت بقلي عين المبشره عندي ماشي، وهنزل بيهم الجزر مع المسقعه بيبقى طعمه تحفه، بس هنسيبها يعني تتسبك مع الطماطم ماشي، لان انا مجرد الطماطم هتتسبك هنزل على طول بالبتنجان والفلفل والبطاطس، وهسيب وهطفي عليها على طول كده. انا هسيبها تتسبك، لسه ما اتسبكتش. مجرد ما الطماطم دي تدبل خالص ماشي هبدا انزل بالمكونات بتاعه المسقعه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هغطي الحله بتاعتي وهسيبها لغايه لما تتسبك براحتها، وهوطي عليها كمان عشان خاطر تتسبك على نار هاديه. كده خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت. بصوا يا بنات
تعرفي الصلصه بتاعتك انها تتسبك، انها كلها تبقى قوام واحد. خلاص اهي العصير نفسه خلاص اندمج مع بشر الجزر ومع الطماطم اللي احنا كنا مقطعينها. كده هسمي الله. انا كده لغايه دلوقتي ما حطيتش ملح، ماشي. كده هسمي الله وهبدا انزل بالبطاطس. بسم الله. بعد كده هنزل بالفلفل والبتنجان. بسم الله. هبدأ بس ادوق الصوص. هجيب معلقة طعمها جميل جدا على فكرة. هحط لها بس شوية ملح. الجزر ما شاء الله مخلي طعمها تحفه. انا كده هطفي عليها. المسقعه دي على فكره ما بتحتاجش سوا خالص على النار، مجرد خلاص كده، لان كل حاجه فيها معموله، البتنجان مقلي والفلفل والبطاطس. فلو قعدت على النار وهي مقليه اكتر من كده هتبص تلاقيها اتهرت. كده خلاص انا ظبطت الطعم بتاعي. هحط في الطبق. وبكده حطيت المسقعه بتاعتي في الطبق اهو للتقديم. طبق جميل جدا وشهي وطعمه تحفه. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا بنات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع